أنا مقدّم على لجوء في أمريكا والقضية بتاعتي لسه ما اتحكمش فيها، ينفع أروح كندا وأقدّم على لجوء في كندا وأنا لسه مستني حكم اللجوء في أمريكا؟ أنا هبة صاحبتكم اللي في كندا، والنهارده هاقول لك إمتى ينفع وإمتى ما ينفعش تقدّم على لجوء في كندا لو أنت already قدّمت على لجوء في أمريكا عشان ما حدش يضحك عليك. كل فترة في مجموعة أسئلة بتتكرر عن الهجرة، الفترة دي أكتر أسئلة بتتكرر هي من ناس موجودين في أمريكا مقدّمين على لجوء أو بwork permit أو بأي شكل، وبسبب القلق اللي حاصل في أمريكا بيفكّروا يسيبوا أمريكا ويروحوا كندا. وناس كتير من اللي مقدمين لجوء متخيلين إن هم يقدروا يسافروا كندا ويقدموا على لجوء برضه في كندا وفي ناس بيتضحك عليهم. وعامةً عشان تبقى عارف غالبًا أكتر طريقة بيتضحك على الناس بيها لما يكون حاجة معينة ليها قواعد عامة وبعض الاستثناءات، فيجي حد بقى يمسك في الاستثناء ده ويفهمك إنه هو ده الحالة العامة وإن هينفع تتطبق على كل الناس. فخليني أشرح لك الموضوع ده النهارده بالتفصيل. في قانون موجود بين كندا وأمريكا بقى له أكتر من 20 سنة اسمه Safe Third Country، يعني الدولة الثالثة الآمنة. القانون ده بيقول إنه أي حد يوصل كندا أو أمريكا من أي دولة برّه، لازم يقدّم اللجوء بتاعه في الدولة اللي وصل فيها الأول. يعني لو أنت وصلت أمريكا الأول، تقدّم اللجوء في أمريكا الأول، لو وصلت كندا الأول، تقدّم اللجوء في كندا الأول. وفي الحالة دي ما ينفعش تقدّم لجوء في كندا أو أمريكا وأنت مستني حُكم في البلد الأولانية اللي أنت قدّمت فيها. وطبعًا مش محتاجة أقول لكم إن كندا وأمريكا يعني الدفاتر والسجلّات والrecords والسجلّات بتاعة السفر بينهم باتفاقيات رسمية برضه مفتوحة، والدولتين يقدروا يطّلعوا عليها بمنتهى الحرية. بما إن أمريكا حسب الاتفاقية هي دولة آمنة، فأنت مش من حقك وأنت مقدّم لجوء في أمريكا تقدّم على لجوء في كندا كمان. طيب إيه الاستثناءات دي؟ مبدئيًا تاني خلّينا نأكد إن هي اسمها استثناء، يعني هي الحاجة اللي مش طبيعية. ولمّا هاقول لك دلوقتي الاستثناءات دي إيه، هتلاقي إن هي يعني تقريبًا مش بتنطبق على أي حد غير في نطاق محدود جدًا، جدًا، جدًا. الاستثناء الأول إن يكون عندك جوّه كندا قريب، بس مش أي قريب، لازم قريب من الدرجة الأولى. يعني إيه قريب من الدرجة الأولى؟ يعني زوج، زوجة، أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنة. فعشان ساعات بييجوا يقول لك لو عندك أي قريب في كندا ينفع، لأ ما ينفعش، لازم يكون من الدرجة الأولى. ومش بس كده، لازم القريب ده يكون ليه وضع قانوني معيّن جوّه كندا، زي إنه يكون مواطن كندي، يكون معاه الإقامة الدايمة في كندا، أو يكون لاجئ اللجوء بتاعه اتقبل في كندا. الفكرة إن أنت أمّا تيجي تفكّر فيها، طيب هو لو حد عنده قريب من الدرجة الأولى في كندا هيكون راح أمريكا الأول ليه أصلًا عشان يقدّم اللجوء؟ الاستثناء التاني إنه في حالة إن الشخص نَفْسه مُقدِّم اللجوء يكون قاصر تحت ال18 سَنة، وما يكونش معاه أب وأم ولا في أمريكا ولا في كندا. وطبعًا دي برضه حالة استثنائية جدًا، مش هي حالة معظم الناس. أمّا بقى الاستثناء التالت وده أقل من الاتنين اللي قبليهم يعني احتماليته، فهو استثناء يعني محدود جدًا، جدًا، خاص بالأشخاص اللي عليهم عقوبة إعدام. فلو في حد هو مقدّم لجوء في أمريكا وهو أصلًا عليه حكم بالإعدام في دولة تانية، في يعني نطاق ضيّق جدًا يقدر يروح كندا ويقدّم على لجوء برضه. وبالمناسبة الموضوع ليه قيد تاني كمان مهم جدًا، اللي موجود جوّه أمريكا ومقدّم على لجوء ما ينفعش ومش من حقّه إن هو يقدّم اللجوء في كندا من على الحدود، لازم يكون دخل جوّه كندا، وده معناها إن يكون معاه فيزة كندا، ودي في حد ذاتها شيء صعب جدًا. ليه الكلام ده مهم جدًا؟ علشان الناس اللي بتتحايل على الكلام ده، زي مثلًا إن حد يكون موجود جوّه أمريكا وأخد فيزة كندا ودخل كندا وقدّم على لجوء، هييجي الofficer هيسأله أصلًا وهو داخل، هو أنت قدّمت على لجوء في أمريكا؟ ففي ناس تقول لك إيه، قُل لأ. الحقيقة أنت كده بتهدِّد إنه الملفين يبقى فيهم مشكلة، وفي الحالة دي ممكن الملفين بتوع اللجوء يترفضوا. بس عايزة أقول إنه أنا الفيديو مش الهدف إن أنا أحبطكم ولا إن أنا أقفّلها في وشّكم، بالعكس أنا باحاول إن أنا أعمل توعية، لإن الصراحة هي أقصر طريق بيحمي من المشاكل. وقولوا لي لو عندكم أسئلة تانية بخصوص الهجرة والحياة في كندا.